السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان. ربنا يعيدني ويعيده علينا وعليكم بكل خير وبركة يا رب. آه، أنا غبت عنكم كالعادة، ويعني ما أكثر اعتذاراتي، لكن أعتقد اللي متابعيني بقالهم فترة عارفين إن أنا دايما خلال شهر يناير وفبراير ببقى مشغول في معرض القاهرة للكتاب وما بعده من التزامات شغل وطباعة وكتب وحاجات كده، علشان دار النشر بتاعتنا. فمعلش استحملوني للمرة التانية والتالتة، وأنا عارف معزتي عندكم وانتوا لكم معزة كبيرة عندي جدا والله. النهاردة هقول لكم على مسابقة مهمة جدا لكتاب السيناريو. يا ريت كلكم تتابعوا الفيديو للآخر وتعرفوا، لأن دي فرصة كويسة جدا لكل كاتب موهوب مش لاقي فرصة لإنتاج عمله. هيلاقي إن شاء الله النهاردة في الفيديو طريقة توصل عمله للإنتاج وإنه يشوف النور بإذن الله. المسابقة تحت عنوان سيناريست، أطلقها موقع رايتبلز. رايتبلز أنا كنت كلمتكم عنه في أكتر من فيديو في الفترة اللي فاتت. وهو موقع لشركة في دبي، تعمل على تسويق أعمال كتاب السيناريو لدى المنصات وشركات الإنتاج. وأنا فهمتكم طريقة العمل الخاصة بالشركة دي بالظبط إيه. وفي ناس رفعوا فعلا أعمالهم على الموقع وخدوا تقييم كويس، ودخلت أعمالهم مرحلة التسويق. لكن اللي هنتكلم عنه النهاردة حاجة تاني خالص. هي مسابقة بعنوان سيناريست، أطلقتها شركة رايتبلز بالتعاون مع شركة الصدف للإنتاج المرئي والمسموع. شركة الصدف دي شركة سعودية لها مقر في دبي أيضا، وأنتجت عشرات الأعمال التلفزيونية، وشركة معروفة جدا وسمعتها طيبة جدا في مجال الإنتاج التلفزيوني. هي الراعي الرسمي لهذه المسابقة. المسابقة دي يا جماعة هي مسابقة في سيناريو المسلسلات مش الأفلام السينمائية. المسابقة هيفوز فيها فائز واحد بجائزة واحدة، هي إنتاج هذا المسلسل عن طريق شركة الصدف للإنتاج التلفزيوني. وأنا شايف إن الجائزة دي أهم بكتير من الجوائز المالية، حتى لو كانت جائزة مالية كبيرة. إحنا في الآخر ككتاب يهمنا أكتر إن العمل يشوف النور وينتج بمعرفة شركة لها باع طويل في الإنتاج، علشان ينتجوه بشكل كويس ويصرفوا عليه بشكل كويس، فيطلع عمل يكون صالح إنه يقدمنا للمشاهدين وللناس في الوطن العربي. طريقة التقديم في المسابقة هقول لكم عليها دلوقتي وركزوا معايا. التقديم للمسابقة بيكون عن طريق موقع رايتبلز، نفس الموقع اللي أنا شرحته لكم قبل كده وقلت لكم تسجلوا فيه إزاي. طب هنقدم في المسابقة إزاي؟ اللي عمل حساب على موقع رايتبلز خلاص هو كده يعني تخطى أول خطوة في الموضوع. اللي ما عملش حساب على موقع رايتبلز يدخل دلوقتي على الموقع، يعمل أكاونت بالإيميل، إيميل جيميل بتاعه، هيعمل حساب على الموقع، يسجل ككاتب. يعني أنت هتدخل على الموقع هتلاقي متاح إنك تسجل ككاتب أو منتج أو منصة يعني. فأنت بتختار إنك هتسجل ككاتب. هتبدأ الخطوات تظهر لك، البيانات المطلوبة تكتبها، وبعدين هيبعتوا لك ايميل تفعيل على ايميلك اللي انت مسجل بيه. تدوس على اللينك اللي هيبعته لك وتدخل على الموقع علشان تأكد ايميلك في الموقع، وخلاص تبقى كده انت سجلت واصبح ليك اكونت على موقع رايتبلز. لما يبقى ليك اكونت على موقع رايتبلز هتدخل على لوحة التحكم بتاعتك، هتلاقي ايقونة كده مكتوب عليها سيناريست. سيناريست دي هي المسابقة بتاعتنا. هتضغط عليها فهتدخل تلاقي في ملفين، مكتوب ملف A وجنبيه ملف B. هتعمل داونلود للملفين دول ملفين وورد فيهم طريقة التقديم للمسابقة. الملف الأولاني اللي هو A هيكون ملف مبدئي للتعريف بعملك، وملف B هيكون ملف تفصيلي. الملفات دي أنا هسيب لكم نسخة منها في وصف الفيديو علشان تشوفوها على ما تنزلوها من عندكم من على الموقع. فالملف ايه هتعمل انت، هتتبع الخطوات اللي مكتوبة فيه. هتلاقيه كاتب لك يعني خانة لاسم العمل
والجنرا او المجال يعني بتاع العمل او نوع العمل، سواء كان دراما او عمل تاريخي او عمل تشويقي او عمل اجتماعي. يعني بتكتب نوع العمل بتاعك كمسلسل وعدد الحلقات، يعني ملف تعريفي بسيط للعمل بتاعك اللي انت هتشارك بيه. اما الملف التاني اللي هو ملف بي، ده هيكون ملف تفصيلي فيه نفس البيانات دي، وفيه كمان المعالجة الدرامية للمسلسل والملخص وملخص للحلقات كلها. يعني بتكتب ملخص الحلقات حلقة حلقة من الأولى للأخيرة، سواء كان المسلسل بتاعك 10 حلقات أو 15 أو 30 حلقة، بتكتب ملخص لكل حلقة منهم من الأولى وحتى الأخيرة. وبتكتب كمان الحلقة الأولى من المسلسل. بعد ما بتخلص الملفات دي، الملفات التعريفية اللي هتنزلها، تملاها بشكل سليم ودقيق، وتخليك مركز وانت بتملى الملفات علشان مفيش بيان يقع منك او تنساه. وبتكتب حلقة من المسلسل، الملفات دي بتاخدها وبتروح بترفعها تاني على موقع رايتبلز، تبقى انت كده شاركت في المسابقة. المسابقة آخر موعد للتقديم عليها يوم 1 مايو المقبل. يعني احنا دلوقتي في نص شهر مارس، قدامنا شهر ونص. اللي عنده عمل مسلسل شغال اشتغل فيه جزء ومحتاج يكمله، اعتقد شهر ونص كافيين ان هم يقدر يخلص فيه المعالجة وملخص الحلقات وحلقة واحدة. واللي ما عندوش عمل جاهز لكن عنده فكرة واضحة في ذهنه يقدر يعملها في شهر ونص، يبدأ على طول من النهاردة، يبدأ يشتغل على الفكرة بتاعته ويكتب لها معالجة درامية، ويكتب ملخص للحلقات من الأولى لغاية الأخيرة، ويكتب حلقة واحدة اللي هي الحلقة الأولى، علشان قبل الميعاد النهائي للمسابقة اللي هو 1/5/2023 نكون قدمنا الأعمال بتاعتنا. يوم 1/5/2023 يغلق باب استقبال الأعمال للمسابقة، وتبدأ لجنة القراءة تشتغل وتشوف شغلها وتقرأ الأعمال اللي تم تقديمها للمسابقة، ويتناقشوا فيها طبعا ويقيموها ويدوها درجات. كل عمل ياخد درجة في التقييم لغاية ما يرسوا على عمل واحد هيتم اختياره، هيكون هو العمل الفائز في مسابقة سيناريست. لما تعلن المسابقة، هم لسه الحقيقة ما بلغونيش الموعد المتوقع للإعلان عن نتيجة المسابقة إمتى، بس أنا هعرفه منهم بشكل شخصي وهبلغكم سواء في فيديو أو هكتب على صفحتي على فيسبوك. أنتم متابعيني، أغلبكم متابعين ليا على الفيسبوك. هكتب أول ما أعرف تاريخ الإعلان عن نتيجة المسابقة دي، هكتب لكم التاريخ ونظل منتظرين. لكن الأهم دلوقتي من النتيجة، ما يعني خلينا ما نسبقش الأحداث، خلينا نمشي خطوة خطوة. الأهم من السؤال عن موعد النتيجة هو تجهيز الأعمال. المسابقة دي يا جماعة هيكون فيها لجنة تحكيم، ناس قوية هي اللي هتقرأ الأعمال وتقيمها. فمهم إن احنا لما نقدم عمل نكون راضيين عنه ونكون كاتبينه بدقة واحترافية شديدة، علشان ما نضيعش الفرصة دي مننا. لسبب بسيط، عايز أقول لكم على حاجة. دايما رهان الكاتب على العمل الأول ليه. احنا لو أي حد فيكم، وأنا أعلم إن فيكم ناس كتير جدا موهوبين جدا وينتظرون الفرصة، تمام؟ الفرصة دي جات لك دلوقتي. انت لما تقدم عمل في مسابقة زي دي ويفوز ويتم انتاجه عن طريق شركة بحجم شركة الصدف للإنتاج المرئي والمسموع في السعودية وفي الإمارات، انت كده بتعمل شهادة ميلاد حقيقية ليك ككاتب في سوق الدراما. صدقني لو ده حصل، وإن شاء الله يحصل مع حد فيكم، وده هيكون خبر سعيد جدا بالنسبة لي. لما ده يحصل لحد فيكم هيكون خلاص هو كده يعني دخل السوق وهو حط رجل على رجل زي ما بيقولوا. بعد كده انت مش هتلاحق على الأعمال وعلى المنتجين اللي بيكلموك وعلى النجوم اللي عايزينك تكتب لهم أعمال. فخلونا ننتهز الفرصة يا جماعة، الفرصة دايما بتيجي مرة، فخلونا ننتهز الفرصة دي. جت بعتها لنا ربنا في الأيام المباركة دي علشان الناس الموهوبة اللي زيكم، اللي عندها موهبة لكن مش عارفين يتواصلوا مع منتجين أو مع منصات أو مع شركات إنتاج، وحتى لما بيتواصلوا ما بيلاقوش الاهتمام المرجو، ولما أعمالهم بتتقري ممكن ما يلتفتوش ليها أو ما يدوهاش تقييم كويس أو ما يهتموش بقراءتها بشكل دقيق. يعني ربنا هو بعت لنا فرصة على طبق من ذهب ونحن نستعد لاستقبال
افضل شهور السنة شهر رمضان المبارك. فخلونا نشتغل بهمة وعزيمة وننوي ونقدم في المسابقة دي، واي واحد فينا في المتابعين للقناة دي، اي واحد فينا هيفوز هيكون خبر جميل لكل المتابعين وليا انا بشكل شخصي. عايز اقول لكم ان انا شخصيا بدأت اجهز عمل علشان اشارك بيه في المسابقة دي، نظرا لثقتي في فريق العمل اللي ماسك شركة وموقع رايتبلز. انا واثق فيهم جدا، مجموعة شباب محترمين ومثقفين جدا، وانا واثق ان هم هيديروا المسابقة دي بشفافية ونزاهة واحترافية، علشان يطلعوا لنا من كل دورة ليها كاتب محترف الناس بتشوفه لأول مرة لكنه يولد عملاقا. فمش عايز اطول عليكم، لكن هسيب لكم في وصف الفيديو لينك موقع رايتبلز، علشان اللي ما دخلش يعمل اكاونت على الموقع يدخل حالا يعمل اكاونت ويحتفظ بالموقع عنده، علشان لما يخلص الملفات التعريفية للعمل بتاعه هيرفعها على نفس الموقع. هسيب لكم برضو لينك موقع شركة الصدف للإنتاج التلفزيوني والإذاعي اللي هي مقرها في السعودية وليها مقر تاني في دبي. برضو ادخلوا هتلاقوا موقع كبير جدا يا جماعة، ويب سايت هايل جدا عليه الأعمال اللي أنتجتها الشركة وتاريخها ومؤسسينها وهكذا. وانتوا نفسكم لما تدخلوا موقع الشركة دي هتحسوا بالفرحة ان انتوا على بعد خطوات قليلة من التعاقد معاها على اول عمل ليكم. فهسيب لكم كل اللينكات المطلوبة في وصف الفيديو. هسيب لكم برضو رابط انستجرام الخاص بشركة وموقع رايتبلز عشان تتابعوهم، علشان هم بيعلنوا عندهم على انستجرام عن اي اخبار جديدة، تكونوا متابعين لصفحاتهم. واتمنى ان انتوا تاخدوا الموضوع بجدية وابدأوا من الآن، يعني فورا دلوقتي تقفل الفيديو وتبدأ تفتح اللابتوب بتاعك او الكمبيوتر، او لو بتكتب على ورق يا سيدي افتح الكشكول بتاعك او الورق اللي انت شايله الملفات، وطلع الفكرة اللي انت تكون راضي عنها علشان تبدأ تكملها وتجهزها وفقا للملفات التعريفية اللي انت هتنزلها من موقع رايتبلز وتقدمها للمسابقة. بلاش حد يا جماعة يدخل على الموقع ويرفع العمل بشكل عشوائي، يعني تكتب ملخص وترفعه وحلقة وترفعها، مش هتدخل المسابقة كده. المسابقة عشان تدخلها لازم العمل بتاعك يكون مكتوب في الفورم اللي هم عاملينه، اللي هو الفورم ملف A وملف B، لأنه هو معمول بدقة شديدة واحترافية هتسهل للجنة القراءة اللي هتقرأ إنها تقيم عملك صح. فبلاش نستسهل ونقول يلا نرفع العمل على الموقع على طول، لا مش هيحصل، مش هينفع. لازم نرفع الأعمال بتاعتنا من خلال الملفات اللي الموقع محددها علشان ما يتمش إهمالها وعدم الالتفات ليها. فخلصوا الفيديو اقفلوا وابدأوا كل واحد يجيب الشغل القديم اللي عنده فكرة هو شغال عليها اوريدي مسلسل، يبدأ يكملها ويجهزها وفقا للملف التعريفي اللي هو هينزله ويشوفه. وانا برضو تسهيلا عليكم هسيب لكم ملفين وورد في الوصف الفيديو تحملوهم علشان تشوفوا الملف التعريفي شكله ايه وتفهموا انا بتكلم عن ايه. وبعد كده لو عايزين اللي عايز بقى ينزل الملفات دي من الموقع نفسه ينزلها اضمن، لربما اكون انا وانا بنزلها في اي حاجه اتمسحت. فانتوا شوفوا الملفات اللي انا هسيبها لكم، شوفوها من باب الفضول وحب الاستطلاع فقط، ولما تيجوا تعملوا الاعمال بتاعتكم نزلوا الملفات تاني من موقع رايتبلز واكتبوا عليها نماذج الاعمال بتاعتكم وارفعوها قبل 1/5/2023. مرة تاني بأكد لكم ان دي فرصة عظيمة جدا، انا شخصيا بشكر عليها ادارة رايتبلز انها عاملاها، خاصة انه المسابقات الخاصة بالسيناريو في الوطن العربي مسابقات قليلة جدا جدا. يعني انا على حد علمي مفيش في الوطن العربي كله مسابقات كبيرة للسيناريو غير مسابقتين. مسابقة عندنا في مصر اسمها مسابقة ساويرس، ودي بتنظمها مؤسسة ملك رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس سنويا. ومسابقة تاني بتتعمل في قطر اسمها مسابقة الدوحة للأعمال الدرامية، ودي اتعملت سنة واحدة وأنا شخصيا شاركت فيها، والعمل بتاعي وصل للقائمة القصيرة، لكن ما سمعتش أي حاجة تاني عنها إنها اتعملت تاني، ولا شفت أي أخبار عن مسابقة الدوحة للأعمال الدرامية. إذا إحنا قدام فرصة مهمة جدا اتفتحت لنا وربنا بعتها لنا، خلونا نستغلها صح ونبدأ نجهز عمل يكون احنا راضيين عنه علشان نقدمه، نكون ضامنين بنسبة كبيرة انه
يعني قادر على منافسة الأعمال الكتيرة اللي هتتقدم. بالتأكيد مسابقة زي دي هيكون فيها منافسة كبيرة وشرسة من كتاب من جميع دول الوطن العربي هيقدموا فيها. فالمنافسة الصعبة دي تخلينا مركزين كده، والعمل بتاعنا لازم قبل ما نقدمه نكون راجعناه مرة واثنين وثلاثة وعشرة، وراجعنا الملف التعريفي اللي هم طالبين ان احنا نحط العمل من خلاله، راجعناه بدقة ونتأكد ان كل البيانات صحيحة واحنا دخلناها بشكل صحيح. برضو مهم جدا يا جماعة انه تعرفوا انه الشرط الوحيد للمسابقة دي، هم كاتبين كده، الشرط الوحيد ان تكون الفكرة متفردة. يعني هو مش عايز منك تكتب مسلسل عظمة العظمة غير مسلسل عادي جدا عدد الحلقات هو سايبهولك تعمله براحتك. عايز تعمله 10 حلقات، 12، 13، 15 حلقة، 30 حلقة، براحتك زي ما تحب. مش محدد لك موضوعات. عايز تعمل مسلسل اجتماعي، مسلسل تشويقي، مسلسل تاريخي، اي نوع او اي مجال من مجالات الدراما اكتب فيه زي ما انت عايز. الشرط الوحيد اللي هم حاطينه ان تكون الفكرة متفردة ومتميزة. الفكرة، شركة الانتاج بتدور على سيناريو يكون فكرته جديدة ومبتكرة ومتفردة. ده الموضوع. عشان كده داخله ترعى هذه المسابقة املا منها انها توصل تلاقي ضالتها المنشودة في هذه المسابقة، وتلاقي فاز عمل يكون فكرته متميزة ومتفردة، تاخده على طول تاني يوم، تاخد المؤلف بتاعه وتمضي معاه العقد وتديله اجره وتتعاقد على انتاج العمل. فتعاملوا مع الموضوع باحترافية ودقة شديدة جدا وهمة ونشاط، ونبدأ من بكرة نشتغل على الأعمال بتاعتنا، ونختار لو عندنا أكتر من فكرة نختار الفكرة الأكثر تميزا، الأكثر تميزا. تمام؟ وهي دي اللي نقرر ان دي يا جماعة اللي احنا هنقدمها لمسابقة رايتبلز. ماشي؟ خلاص اخترنا الفكرة الأكثر تميزا عندنا، هنبدأ نكتبها بالطريقة اللي هنلاقي الملفات التعريفية بتقول لنا عليها. بتقول لنا اكتب ملخص أو معالجة للمسلسل، فنكتب معالجة للمسلسل. بتقول لنا اكتب ملخص للحلقات، فهنكتب ملخص لكل حلقة. كل حلقة لا تزيد عن صفحة واحدة، ملخص للأحداث الرئيسية فيها. تمام؟ من الحلقة الأولى للحلقة الأخيرة. جهزنا الملف قبل إن شاء الله 1/5 نكون كلنا جهزنا بشغلنا، نبدأ نرفع الأعمال بتاعتنا على المنصة، وأنا هتابع معاهم وأعرف إمتى إعلان النتيجة وأقول لكم. وإن شاء الله بإذن الله يكون الفائز في هذه المسابقة واحد من متابعين القناة دي، وهكون فرحان جدا لو ده حصل، وهحس إن الجهد اللي أنا بذلته خلال ال3 سنين اللي فاتوا يعني أثمر ثمرة أنا ما كنتش منتظرها. فإن شاء الله ربنا يوفقكم ويكون هو الفائز، هيكون واحد. فأتمنى يكون الواحد ده واحد منكم، وأنا عارف إن أغلبكم عنده موهبة حقيقية تنتظر فرصة للتعبير عن نفسها. فالفرصة جت لنا. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان، وابدأوا على طول. مش هوصيكم. الحاجة التانية، لو انتوا بتعملوا الملف محتاجين تسألوا عن حاجة، أو يعني عندكم مشكلة معينة واجهتكم في كتابة المسلسل، ابعتولي، وممكن نحدد يوم اطلع فيه لايف على يوتيوب تسألوني مباشرة وارد عليكم، علشان لو ده اسهل ليكم انا ما عنديش مانع. بس ابعتولي، اكتبولي في الكومنتات او ابعتولي رسائل على فيسبوك على صفحتي او على صفحة اوراق. ابعتولي وانا هرد عليكم. لو عندكم مشاكل في كتابة المسلسل، نقط معينة عايزين تفهموها، انا عادي جدا هرد عليكم، سواء رد مباشر على الفيسبوك او على يوتيوب، او نحدد يوم اطلع فيه لايف معاكم على يوتيوب تسألوني واجاوبكم بشكل مباشر لأي حد عنده مشكلة في كتابة مشروع المسابقة العظيم ده، اللي إن شاء الله كلنا هنشارك فيه، وواحد مننا إن شاء الله هيفوز، وهنهنيه كلنا ونحتفل بيه بإذن الله. بشكركم، ومرة تانية كل سنة وانتم طيبين، ومنتظر منكم أخبار كويسة عن الأعمال اللي هتقدموها في مسابقة سيناريست اللي بيقدمها موقع رايتبلز مع شركة الصدف للإنتاج التلفزيوني في السعودية والإمارات. بشكركم جدا واتمنى لكم كل التوفيق، وإن شاء الله نلتقي قريبا جدا. سلام عليكم.